السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك مشكلة وإحنا علينا حل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة من عدو معانا بتقول أخويا متجوز في الشقة اللي فوقنا ومسافر حاليا، ومراته مرة تقعد فيها ومرة عند أهلها وتشتغل، فأخويا التاني بيحب يطلع يقعد في الشقة ويشغل التكييف وينام فيها، ومرات أخويا كل مرة تيجي تزعق وتعمل مشكلة إنه بيدخل أوضتها، وأحيانا أخويا بيجيب صحابه يطلعوا يسهروا فيها. إحنا معانا نسخة من المفاتيح، وكل شوية مرات أخويا تعمل مشكلة وتطلب المفاتيح وتقول شقتي محدش يدخلها، مع إننا احنا اولى بيها ونعمل فيها اللي احنا عايزينه. ماما اتخانقت معاها وقالت لها ابني يعمل اللي يعجبه في شقه اخوه، وهي دلوقتي عند اهلها ومش راضيه تيجي الا لما تغير مفتاح الشقه، واحنا مش موافقين، وعمي واقف معاها وبيقول ده حقها ودي شقتها، هي معاها حق. لا طبعا احنا صح. كده انتوا غلط وغلطكم كبير جدا. يعني المفروض ما فيش حاجه تبقى زي كده. يعني اولا كل بيت له حرمته. هي خلاص هي دي دلوقتي جوزها مش موجود، او حتى جوزها موجود، دي شقتها هي مختصه بيها، هي تقعد براحتها فيه. سواء هي بقى مثلا جوزها مش موجود فبتقعد عند اهلها يوم وبتقعد في شقتها يوم، فده ما يديلكمش اي حق ولا 1% حق ان انتوا يبقى معاكم اصلا مفتاح تاني، او ان انتوا تخشوا الشقه، سواء ده لو كام، ده لو انت كبنت او كامها كامك والدتها يعني حماتها. تمام. ما بالك بقى باخوها؟ فباي عقل باي منطق باي شرع اصلا يسمح لشاب يطلع في شقه اخوه المتجوز؟ تمام. الشقه معلش يعني انا اسف، دي شقتها هي، اكيد حاطه هدومها الداخليه غيرتها مثلا في اوضه النوم وكده في الدولاب بتاعها. ازاي اخوك يطلع فوق يطلع على حاجه زي كده؟ وكمان لا ده بيجيب صحابه. لا صراحه الوضع مش كويس خالص، الوضع غلط جدا، وهي عندها حق. مفيش اي واحده ست حره كويسه محترمه تبقى الوضع دوت. يعني ازاي؟ دي شقتها، هي مملكتها، هي براحتها تقعد فيها ما تقعدش فيها، دي حاجه ما تخصكمش، انتوا مالكمش ولا 1% حق. انتوا ازاي اصلا مدين نفسكم الحق دوت ان تقولوا لا شقه اخويا اولى بيها؟ مش ما بقتش شقه اخوها، ما بقتش شقه اخوكي قصدي، لا هي بقت شقتها هي. اخوك اصلا ملوش حق فيها طول ما هي على ذمته، هي شقتها، هي مملكتها هي. انتوا بتتكلموا ازاي؟ يعني انت لو انت اللي صاحبه اللي انت عارضه المشكله وكده، انت تقبليها؟ انت يعني انت مثلا لو انت حطيت نفسك مكان، انت مش هتقبلي الكلام ده. مش هتقبلي ان اخو جوزك كل شويه يطلع في الشقه سواء انت موجوده فيها او مش موجوده فيها. طب انا حاطه حاجتي، انا حاطه دي هدومي فيها، حاجتي فيها، متعلقاتي الشخصيه، ازاي اصلا يعني حرمه بيتي سداح مداح لاي حد يخشها؟ لا وكمان يجيب صحابه. فصراحه يعني الوضع مؤسف، الوضع غلط، انتوا غلطانين من فوق، من راسكم، من ساسكم لراسكم زي ما بيقولوا. وهي مرات اخوكي ما شاء الله عليها محترمه ان ده كان ردها عليكم. لا هي عندها حق المفروض، وانا هي لو تسمعني لا ما ترجعيش شقتك غير لما تشوفوا تضع حد الوضع دوت. بس الاول ارجعي لجوزك، المفروض برضو انت تدخلي جوزك في الموضوع وتشوفي راي جوزك ايه. والمفروض جوزها يعني يبقى في صف مراته، ان هي ما فيش اي مبرر يدي لاهله الحق ان يخش شقتها وهي مش موجوده، او حق هي موجوده ماشي باذنها وبعلمها ماشي، لكن هي مش موجوده، ما لهمش اي 1% حق ان يخشوها. فانت الاول الجا لجوزك، جوزك محلش، فخليك على موقفك، انت مش على غلط. برضه مش هقول لك تعقدوا الموضوع ونوصلوا الموضوع للانفصال لا قدر الله، احنا ما بندعوش لكده ابدا، بس انت الموضوع ما تسكتيش عليه. الموضوع اصلا يعني الموضوع مستفز، مش اي وجه حق. طبعا انا بتكلم الكلام اللي انا بقوله ده حاليا لمرات اخوك مش ليك انت، لكن انتوا غلطانين من ساسكم لراسكم، والقصه معاكم منتهيه. تمام. فهي لو سمعاني يعني فيا ريت تستمر على موقفها، وانت اللي بتعملوه ده غلط. ويعني حاولوا تراضوها، وفعلا اللي عايزه تغير الشقه تغير مفتاح الشقه، وما ينفعش اخوكي ولا حتى انت تطلعي شقتها طول ما هي مش موجوده. ودوت الصح وده الاصول ودوت حتى شرع ربنا. مشكلة من عدو معانا بيقول السلام عليكم، أنا من قريب سنة ونص تزوجت بنت اتعرفت عليها عن طريق معارف مو من النت. بعد الزواج 4 شهور دخلت البيت لقيتها بتحكي مع شاب فيديو بوضع مخل، ضربتها وكسرت الجوال على راسها وطلقتها. والله بيشهد ما خبرت حدا شو القصة الحقيقية ليش طلقتها. وقبل ما أقلعها من البيت يعني مشيها من البيت لعند أهلها قلت لها بتقولي لأهلك إني طلقتك لإنك كسرت الشاشة تبع التلفزيون، والحقيقة يلي طلقتها من شانها فضل السر بيني وبينها. والله بيشهد وأهلي وأهلها لموني وقالوا عني خارج مسؤولية وسكت، يعني قالوا عنه مش قد المسؤولية وكده من شان ما تنفضح
وخبرهم حقيقتها. المهم من فترة شهرين خطبت بنت الحلال، وراحوا أهل خطيبة الجداد وسألوهم شو سبب طلاقنا. بنقول لهم أنا طلبت الطلاق منه لأنه مو رجال، في بنت بتقبل تتزوج بنت مثلها. أنا هون طار عقلي، نزعت لي زواجتي جديدة، بعت لها خبر مع حد قريب. معلش يا جماعة اللغة وشكله مش مصري يعني أكيد. المهم مع حد قريب انه ليش هيك عم تحكي، بتبعت لي خبر انه لا تحلم بحياتك تتزوج بعدي، او اذا بدك تعال رجعني، ولله ما عاد فهمت شيء. شو بتنصحوني احكي لاهلي واهل خطيبتي؟ شو سبب يلي خلاني اطلقها وما بعرف شو اعمل. عامة يا جماعة معلش عشان هو يعني هو خليجي كده على ما اعتقد يعني. المهم اللي انت عملته يجزيك الله عنه كل خير، اللي انت عملته صح مش غلط يعني. مش عايز اللي هي عملته معاك يخليك تندم على الخير اللي انت عملته، لا انت عملته لوجه الله وحبيت تسترها، تمام. بس برضه هقول لك حاجه، الستر مش ناس كتيره فاهمها غلط. انا استر اللي عايز الستر، تمام. يعني ما ينفعش مثلا واحد عمل بلوى، عمل مصيبه في الشارع او سرق حد وانا شفته اقول ان هو ايه استر عليه، ما اقولش لا. فعامه فانت المفروض يعني اضعف الايمان كنت عرفت اهلها باللي حصل، تمام، عشان خاطر حتى اهلها ما يحطوش في دماغهم ان انت عندك الغلط. بس ماشي، انت جزاك الله خير وقبلت ان الاساءه تبقى عندك انت والغلط عندك انت وتطلعها بريئه. انا بقول لك ان ده مش غلط بس برضه مش صح. ان شفت جزاء، ان شفت في الاخر جالك ايه، جه على دماغك انت زي ما احنا بالمصري بنقول. فانت المفروض كنت عرفت اهلها، تمام. بس تعرفت اهلها، بس انت ممكن على فكره يعني لو انت عايز تستر صح ما تعرفش اهلك، يعني اهلك انت ما تعرفهمش لو انت بتدور على سترها وكده، تمام. لكن اهلها لا، اهلها يعرفوا. يا جماعه افهموا، في فرق، في اوقات لازم اهل اللي قدامي يعرفوا. ممكن انا اهلي يعني حصل مشكله حاجه زي كده مثلا قدر الله يعني اي حد، انا لو عايز استر ما اقولش لاهلي انا، يعني اوقف عند اهلي انا، لان انا اهلي انا مهما كانوا مش هيتعاملوا معاها بمعامله اهلها ليها. هي اهلها وضعهم يختلف، اهلهم اصحاب المشكله، بنتهم هي اللي عامله المشكله، فهم من جواهم مهما عملوا هيحاولوا يلموا الموضوع، والموضوع ما يوسعش، موضوع ما حدش يسمع بيه بره. خلافا لو اهلي انا لا صدقني في اي كلمه ممكن سهل قوي يتقال، سهل قوي نعاير زي ما احنا بنقول يعني بنت العيراب اللي عملته وكده. لكن اهلها هي لا، محدش هيعاير، ما حدش هيعاير بنته، تمام. فانت في دي غلطان. المفروض كنت انت دلوقتي فاهم اهلها ايه اللي حصل، بس هو طبعا الكلام انتهى خالص. المفروض انت معلش خطيبتك دي تفهمها، ولو انت صادق في كلامك احلف لها على كتاب الله ان الموضوع دوت حصل وانت ما رضيتش تعمل كده عشان خاطر الموضوع دوت، يعني ما رضيتش تعمل كده عشان خاطر مش عايز تفضحها، مش عايز تفضح للبنت ولا اي حاجه، بس هي البنت ما صنتش وما قدرتش اللي انت عملته. اما بالنسبه ان هي طليقتك دي رجعت لك قالت لك مش هتتجوز، لا سيبك منها، كل الكلام ده ملوش اي لازمه. ودي انسانه يعني معلش ما ترجعلهاش تاني وما تبصش ليها، دي يعني صفحه في حياتك وقطعتها وخلاص. واستمر زي ما قلت لك، وباذن الله ربنا يسهلك حالك، وحاول مع العروسه الجديده وفهمها وضعك، فهمها موقفك. لا ما رضيتش تفهم وتقتنع فخلاص الله غالب، شوف غيرها بات الحلال ياما، وباذن الله ربنا يكرمك بالاحسن منها، وربنا هيجزيك خير على اللي انت عملته. وشكرا.